امال فين الملف التاني بتاع العمليه ديت؟ ايه ده، هو مش موجود عندك؟ لا مش موجود. ازاي؟ ده انا مسلمه لنوال من يومين. هي جت ولا لسه؟ انا دخلت المكتب بتاعها ما لقيتهاش. هي ايه حكايتها اليومين دول؟ بتتاخر كتير ليه؟ مش عارف، انا حاسس ان التاخير بتاعها ده في وراه ان. حتى لو وراه ان ما يديهاش الحق ابدا انها تتاخر عن الشغل. الهانم لسه ما وصلتش، عايزاك تديها لفت نظر. انت لسه مدير الشركه. ايه يعني جت متأخرة شوية؟ الدنيا هتخرب؟ الشغل هيقف؟ الله لا لا لا، ايه اللهجه الجديده دي يا نوال؟ هي دي بقى لهجتي الجديدة اذا كان عاجبكم. بقى انت اللي بتقولي كده يا نوال؟ بصراحة بقى انا الشغل كتر عليا، خلاص زهقت. لا وايه؟ المرتب زي ما هو ما بيزيدش. يا ستي ما تقلقيش، موضوع المرتب ده انا هكلم زهره واخليها تزودهولي. هتزودني كام يعني؟ قولي هتزودني كام؟ في يا نوال مالك؟ ما الحمد لله احنا كنا فين وبقينا فين، وقلت لك يعني هزودهولك وبعدين انت بتاخدي مرتب كويس. لا كويس ولا حاجة، تعالى شوف اللي زيي بياخدوا كام. اللي زيك اللي انت بتتكلمي عليهم دول يا نوال بيبقى معاهم مؤهلات عليا وبيعرفوا لغات فرنساوي وانجليزي وكمبيوتر. عايرني يا سي فوزي عشان مش برطلك بالانجليزي. يا بنت انا مش قصدي، بس زهره برضو مش ظلماك قوي كده. وعايزة تظلمني ليه يا حبيبي؟ تظلمني ليه زهرة؟ زهرة معاها ملايين، هتظلمني ليه؟ ده احنا نبتدي نقر على بعض بقى. انا لا بقر ولا بنق. وبعدين بقول لك ايه يا فوزي، اتفضل اخرج بره، ما تعصبنيش اكتر من كده. في ايه تتعصبي اكتر من كده؟ ده ناقص تلبسيني طفايه في وشي وانا واقف. اتفضلي يا حبيبتي. ايه يا فريد، مش هتناولني الشاي؟ ما انا جايبهولك اساسا. اتفضلي. انا مش عارفه الايام دي نوال ايه اللي جرالها. الشغل فجاه كده مبقاش عاجبها. ايه اللي مش عاجبها ان شاء الله؟ على الشغل كتير والمرتب قليل. انت بتديها كام؟ 6000 جنيه. نعم نعم نعم، 6000 جنيه ومش عاجبها؟ ده كتير قوي عليها اصلا. ده فوزي بيقول لي ان هي عايزه زياده، قلت له معلش يا فوزي زودها 1000 جنيه كمان. 1000 جنيه ده ايه؟ يبقى زي فلوسك كده يا زوزه، تزوديها بال1000. دي عايزه الطقطقين. يعني 12000 ده انا ما باخدهمش، دي اكيد اتجننت. لا لا لا، بقول لك ايه، انا رايي انت لازم تشوفي واحده غيرها. مش قادره يا فريد، انت عارف ان انا وهي عشره عمر، متربيين مع بعض من صغرنا. يا حبيبتي بصراحة هي ما بقتش تنفع للشغل الكبير اللي انت داخل عليه. دي ما بتعرفش لغات، وهي دوب لسه متعلمة كمبيوتر. وبعدين انت يلزمك واحدة تشرفك، سكرتيرة تبقى واجهة محترمة ليكي. وبعدين بقى طالما البت دي بصت للفلوس يبقى مش هتسكت، وكل شوية هتقول لك هاتي. بقول لك عشره عمري، مش عارف تفهم ليه. البيزنس ما فيهوش الكلام الفارغ ده. عايزة تشتغل بشروطك اهلا وسهلا، مش عاجبها تاخد قرشين وطريق السلامة. ما هو انا مش قادره اقول لها الكلام ده، انا برضو قلبي مش مطوعني. احنا قلنا يا حبيبتي الشغل ما فيهوش عواطف. وبعدين بقى بصراحة يا زوزة، بعد اللي حصل ده انا بقيت خايف عليكي منها.